قطعها الرجاء البيضاوي في اتجاه الكويت لم تذهب سدى. الفريق الأخضر عاد من هناك بتعادل إيجابي ثمين عندما واجه بالأمس فريق العربية الكويتية في رسم ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد العربي. اقتسام للنقاط وللحظوظ مع أفضلية للرجاء بهدف خارج الميدان، خلاصة جعلت النسور الخضر يضعون أول قدم في نهائي الكأس العربية. الشوط الأول خلص بالتعادل السلبي رغم محاولات المضيف تدشين التسجيل خاصة بواسطة لاعبه مرتضى فال، في حين كان الرجاء أقل وصولا وتهديدا لمرمى العربي، ومن بين أبرز محاولاته كانت كرة محسن متولي في منتصف الشوط الأول. وخلال الشوط الثاني الأمور أخذت مجرا آخر. في الدقيقة 62 استغل المدافع السنغالي مرتضى فال ضربة ركنية وحولها إلى الشباك برأسية منحت التقدم للعربية الكويتية. هدف ل0، نتيجة أكيد أنها لا تخدم بتاتا مصالح الرجاء، وكان من شأنها أن تصعب المأمورية نوعا ما في العودة. درءا لهذه الحسابات لم يقف لاعبو الرجاء دون حراك، وعند الدقيقة 81 استطاع محسن يجور بمجهود فردي في المراوغة، استطاع تمرير الكرة لعبد الإله الحافظ الذي أسكنها في الشباك، موقعا ثاني أهدافه في كأس الاتحاد العربية. هدف لمثله نتيجة إيجابية عاد بها الرجاء من ملعب صباح السالم في انتظار لقاء الإياب في 2 أو 3 أبريل المقبل.